قصة الفيديو ده من ملف 18 تحت عنوان خيانة زوجية من ملفات المحاكم المصرية في محافظة الدقهلية 2020. في واحدة اسمها رباب بتخبط الباب على أخوها ومراته علشان سمع صوت ابن أخوها جوه عمال بيعيط وعمالة تخبط، بس مفيش حد بيفتح الباب. بتنادي على أماني مرات أخوها. أبوها بيطلع تقول له افتح الباب بالمفتاح اللي معاك، المفتاح الاحتياطي اللي هم سايبينه، علشان أنا عايز أفتح الباب لأن الواد عمال بيعيط جوه. لما بيسمع صوت الواد بيعيط جامد فبيفتح الباب، بيخشوا بيلاقي الواد لوحده على الكنبة ومفيش أي حد في البيت. رباب وأبوها بيقعدوا يتكلموا عن أماني وتقول له هي ازاي سايبة الواد لوحده كده، مش حرام؟ أنا عمته، كانت الأولى إنها تجيبه ليا. رباب مش بتحب أماني مرات أخوها وبتغير منها على طول علشان هي أحسن منها في كل حاجة. أبوها بيقول لها يمكن في الجامعة، ما أنت عارفة إنها بتدرس فرنساوي في الجامعة. فرباب ترد عليه تقول له النهارده اجازه اصلا، وبعدين هي هتعمل ايه بالجامعه دي؟ وبتتكلم بطريقه غل وحقد لان هي بتغير منها ومش بتحبها اصلا. بتقول لابوها طب كانت تسيب الولد معايا، دي لا بتقعد مع حد وماشيه براحتها ورايحه جايه لوحدها وماشيه على كيفها من الجامعه لهنا ومن هنا للجامعه، وبتروح في اي مكان هي عايزاه من غير ما حد يتكلم معاها. تتصل عليها علشان تشوفها هي فين، بتلاقي تليفونها بيرن في قلب البيت وبتستغرب، الله هو ازاي هي بره وتليفونها هنا، وليه هي خرجت وسابت الواد والتليفون هنا؟ فبتسيب الواد وتقوم عشان تشوف الصوت ده جاي منين. فبتخش المطبخ بتلاقي التليفون محطوط جوه وبتبص للتليفون وتقعد تحسد فيه وتقول ايه التليفون الحلو ده، انا عايزه واحد زيه. ابوها بينادي عليها وبتتحصر وتخبيه في المطبخ فوق وتتسحب وتروح تخش اوضه اماني من غير ما ابوها يشوفها. تخش تقعد تقلب في الاوضه، تقعد تحط برفان شويه، تحط اي حاجه تقابلها، تلعب هنا وتلعب هناك وتقلب في الحاجات كلها. ومن الواضح ان هي ما عندهاش اي حاجه من الحاجات دي، علشان كده هي بتحسد اماني من كل حاجه. بتفتح علبه الكريم بتاع اماني بتلاقي في خاتم الماظ غالي جدا وبتستغرب هو ليه خاتم محطوط في علبه الكريم ومحطوط فيه ليه اصلا وهي مخبيه ليه. وتقعد تقول اكيد بتسرق اخويا وتجيب بيه خاتم الماظ وتقعد تخبيه وتقعد تجيب خواتم علشان هي بتسرق اخويا. تفضل تقلب في الاوضه يمين وشمال وابوها بينادي عليها وتخرج. وهي خارجه بتلاقي واحده خارجه من الحمام اسمها اسماء اخت اماني وتقول لها انت ازاي هنا ومش سامعانا؟ بس ما بتتكلمش، واقفه مصدومه وهيئتها ما تديش انها بنت اصلا، وبترفض انها ترد عليها وما بتتكلمش خالص. فبتقول لها تعالي معايا خشي ساعديني عشان نحضر الاكل. بتسمع صوت ايمن اخوها جاي وتروح عليه تلاقيه جايب لهم مانجا وقاعدين قعده عاديه خالص، وهم قاعدين عشان ياكلوا بينادوا على اسماء تيجي تقعد معاهم علشان تاكل معاهم. وايمن يبص لها نظرات غريبه كانه عارف حاجه او بيبص لها نظرات مش تعالوا نكمل مع بعض. رباب بتلاحظ النظرات اللي على اخوها فبتاخد اسماء تقول لها هناكل جوه انت شكلك مكسوفه، وتخش الحمام. ورباب تخش المطبخ بس برضه تليفون اماني لسه بيرن، فبتشوف مين اللي بيرن بتلاقي المتصل اسمه اسماء. ثانيه بقى اسماء بتتصل، امال مين اللي جوه؟ مين اللي لابسه نقاب دي؟ رباب بتروح تخش الحمام تعرف مين، وفجاه بتلاقي راجل وبتزعق وبتنادي لاخوها علشان يجري يلحقه، بس الواد بيكون هرب. ايمن ما بيلحقش يجيبه، تقول له خلي ابوك ينزل من الشقه عايز احكي لك حاجه. مش هينفع هو يسمعها، فبيقول لابوه انزل يا حاج مفيش حاجه، ويخشوا عشان يتكلموا. تقول الواد ده محمد اللي شغال معاك وانت طردته من فتره، ايه اللي جابه هنا وجاي هنا ليه وليه لابس زي اختها وعايز ايه من اماني؟ بتديله تليفون اماني وعرف يفتحه. طب ثانيه هنا بقى انت ازاي فتحته؟ هنقول انها مراتك ماشي وتاخد الباسورد تمام، بس هل مراتك لو هي بتخونك هتديك الباسورد عادي كده والتليفون عليه بلاوي وعليه صورها هي والواد وكل المحادثات اللي كانت بينهم؟ تعالوا نكمل. رباب بتاخد وتشوف السكرينات وتتصدم، واخوها يقول لها كانت بتخليني اخلي الواد ده هو اللي يطلع الطلبات بالذات، اشمعنى هو اللي بتخليني اجيبه؟ وكنت شاكك وكنت بكدب نفسي، وكانت طالبه الطلاق من غير سبب. بعد ما عرفوا الاتنين بيقول لها مش لازم نقول لحد علشان سمعتنا ومش لازم حد يعرف خالص نهائي، لو حد عرف هنتفضح. بس اخته بتبص له نظره غريبه كده، في ان في الموضوع مش راكب على بعضه. تعالوا نكمل. رباب تفكر شويه كده فتقول له اماني هنا اكيد، ازاي هتنزل وتسيب محمد هنا؟ وازاي تليفونها كان في المطبخ؟ وهتسيبه ليه؟ مش هتاخده معاها؟ وهي تخرج لا اصلا وتسيب الواد ابنها مرمي على الكنبه بره. يقوموا يدوروا عليها بيلاقوها في الحمام ميته مخنوقه، والباب بيخبط وبتخضه. اختها اسماء هي اللي بتخبط بره وعايزه تخش، وهما الاتنين بيتفقوا ان محدش يتكلم يقول حاجه، ومش هنقول ليها ان اختها خاينه، ومش هنقول اللي بينها وبين الواد، هي ميته دلوقتي وبين ايدين ربنا. رباب بتقول لها مش انت دلوقتي من هنا، واختها مصممه تعرف في ايه اللي حصل. فرباب بتزعق ليها تقول لها اختك ماشيه على حل شعرها وتعرف واحد على جوزها. هترد اسماء تقول هي برضو اللي بتخون،
مش انت يا ايمن؟ وبنلاحظ ان ايمن كان جايب خاتم الالماظ علشان يقدمه لواحده اسمها سميه عاوز يتجوز عليها. تتصدم رباب لما تعرف ان اماني كانت مخبيه الخاتم علشان هو ما ياخدهوش ويروح يتجوز عليها، وطلعت ظلماها. اسماء بتاخد الواد وتمشي وتقول له انا هجيب اهلي واجي. تقول له الكاميرات مسجله كل حاجه، روح شوفها. بيقول لها الكاميرات مفصوله بقالها اسبوع. بياخدها ويخش الاوضه يديها الدهب كله تعينه عشان يقولوا انها كانت سرقه عاديه والحرامي هو اللي قتلها. بتاخده وتطلع تخبيه في كراتين قديمه مرميه فوق. وهي نازله بتلاحظ ان الكاميرات مقطوعه مش مفصوله، في حد قطع السلك بتاع الكاميرا. علشان تتاكد من الموضوع بتاع الخاتم بتاخد الخاتم وتخش تمسك صابعها علشان تقيس الخاتم، وبتلاقي ان مقاس الخاتم مختلف تماما عن مقاس ايد اماني. وبدات تشك في اخوها وانه فعلا عايز يتجوز واحده تانية. تروح تقول له في واحده بتخون جوزها، هتعرفه كلمه السر ايه؟ عايزه تتقفش؟ والرسائل اللي بينها وبينه تتبعت بتاريخ النهارده وفي نفس الوقت وبتاريخ محدد اللي هو النهارده. الرسائل دي في حد بعتها قاصد. تقول له انت عملت ايه؟ احكي كل حاجه. تطلع له الخاتم وينكر، يقول لها انا معرفش عنه حاجه. وهي تقول له امان الغلبانه كانت مخبيه في علبه الكريم علشان ما تروحش تتجوز عليها، سرك اتكشف. يقول لها احكي لك كل حاجه، انا اللي بعت هي محمد هنا وقلت له يتصور معاها علشان يبتزها. انا مش عايز ادفع المؤخر، انا عايز اطلقها لاني ما بحبهاش، بس ما قلتش له يقتلها وانا عارف من بدري انها ميته وقتلها بالغلط. وجبت مانجا وجيت على اساس ان انا اقعد معاكوا قعده عاديه خالص، وانا بحب سميه وهتجوزها. وطلع انه مأجر محمد علشان يغتصب مراته ويطلقها ويطلعها بفضيحه. كل ده علشان ما يدفعش المؤخر بتاعها، وان هو اللي قاطع السلك بتاع الكاميرات. وفجاه الباب بيخبط ويطلب منها، يقول لها بالله عليكي ما حدش يعرف. واللي على الباب بيكونوا اهل اماني. انا هخرج دلوقتي هلبسها في محمد انها حادثه سرقه عاديه، وهو خرج قتلها، وابوس ايدك ما تحكيش حاجه. طب يخرج يحكي ليهم. وراحت جايبه الدهب قدامهم وقالت ليهم انا عارفه مين اللي قتلها، وبتسلم اخوها والحكم بيجي بالاعدام. وبكده تكون انتهى قصتنا النهارده. يا ريت لو عجبك تعمل لايك واشتراك في القناه.